امتى اعمل عمليات تجميل وامتى اعمل عمليات سمنة؟ في بعض المرضى بيكون وزنهم فوق الحد المسموح به لعمليات التجميل. طب دول التعامل معهم بيكون ازاي؟ بيكون قدامه حل من اتنين. اول حاجة ان هم يمشوا على نظام غذائي كويس ونظام رياضي بحيث ان هم يخسوا في الوزن لغاية ما يوصلوا للوزن المسموح به لإجراء عمليات التجميل. طبعا ده لو هم محتاجين اي حاجة في عمليات التجميل بعد ما بيوصلوا للوزن الطبيعي. تاني حاجة ان هم يعملوا عمليات السمنة، سواء تكميم او تحويل مسار او ساسي، ويبدأ جسمهم ينزل في الوزن على مدار سنة كاملة لغاية ما يوصل للوزن الثابت بعد سنة، وساعتها العيان ده يجيلنا ونبتدي مع بعض عمليات التجميل اللي في الغالب بتكون شد ترهلات البطن والفخذين والدراعات والظهر، بلس طبعا شفط الدهون من بعض المناطق. هنا اوعى تكون مستعجل، لازم عمليات التجميل تبتدي بعد سنة من عملية التكميم أو تحويل المسار، ولازم تبقى فاهم إن إحنا شغلنا تنسيق قوام مش تخسيس. وهنا العيان يسأل: يا دكتور، هو أنا لو وزني كان 150 وبقى 90 أنا كده مش محتاج عمليات تجميل، أنا وصلت للوزن اللي أنا عايزه؟ أحب أقول لك لأ، أنت محتاج عمليات التجميل. أنت لما يبقى وزنك 150 وتوصل ل 90 هتلاقي في مشاكل في جسمك محدش عارف يحلها غير دكتور التجميل. وهنا يجي دورنا ان احنا نشيل الجلد الزايد ده ونستأصله بحيث ان احنا نعمل اقل علامات على جسم المريض، وان خياطة الجروح دي تكون خياطة تجميلية بحيث ان هي تسيب اقل اثر ممكن، وان الجروح دي نحطها في اماكن مخفية بحيث ان المريض ده بعد ما يعمل عملية يبقى كأنه ما عملش اي عملية او ما فيش جروح ظاهرة على جسمه. وفي الاخر احب اقولك ان العيان اللي وزنه 150 كيلو بيحتاج الاتنين، دكتور جراحة المناظير المتقدمة ودكتور جراحة التجميل، بس الفرق ما بينهم سنة. وهنا العيان بيقدر ياخد أحسن شكل لجسمه بعد إن شاء الله سنة وشهرين من العملية أو من بداية رحلة إن هو يوصل لوزنه الطبيعي. نشوفكم في فيديو جديد.